الشخص اللي داخل يستظرف ده اكيد مش عميل يعني. ده اول حاجه، ده اولا يعني. ثانيا، 100% من الناس اللي بتعمل لك كومنتات تقدر تحقق اليوم لعملاء او لناس مهتمه بشكل يعني بشتى الطرق. اي حد عامه حتى لو عمل لك لايك بيقول لك شكرا على المحتوى بتاعك، ده بوتنشال كاستمر يعني. ده اللي عايزك تفكري يعني بالعقليه دي دايما في المحتوى بتاعك عموما يعني. خلاص. بس مش كل الناس اللي انت هيعملوا لك كومنتات على المحتوى بتاعك هيبقوا عملاء، ولكن انت تقدر تفكر، تقدر تميز بالظبط اذا كان الشخص اللي بيكلمك ده يبقى عميل او لا. في ناس دخلت مثلا كتبت لك شكرا على الحاجه اللي انت بتقدمها، تقدري تبعتي له مسج مثلا، السلام عليكم، انا بشكرك على الكومنت اللي انت عملته، ايه اكتر حاجه فرقت معاك في المحتوى بتاعي. خلاص كده. على حسب الرد بقى. لو مثلا رد عليك قال لك والله النقطه الفلانيه فرقت معايا، قول له طيب انت كنت بتعاني منها مثلا من فتره، لقيت ان هو عنده مشكله ملحه، بالاسئله بتعرفي اذا كان الشخص ده مهتم او لا. في النهايه بيحجز معاك استشاره، بتشوف اذا كنت تقدر تساعديه او لا. خلاص كده. دي الطريقه عامه بتاعت ان تمام. انا ازاي اجيب عملاء من المحتوى، او ازاي يعني ابدا اشوف الفرص اللي انا ممكن احصل عليها كعملاء من الناس اللي بتتابعني على المحتوى بتاعي عموما يعني. طيب والله بعت له مشكله ورد عليها رد مش ايجابي قوي، قال لي لا حاليا انا الدنيا ماشيه معايا كويس، بشكرك على المحتوى بتاعك. خلاص عادي. ببعت له مثلا بعدها باسبوعين ثلاثه ايه الاخبار، لو انت محتاج حاجه عرفني، لو انا نزلت محتوى جديد او حاجه ببعته له بحيث ان انا اوطد العلاقه معاه يعني. ده ان جنرال الموضوع بيبقى ماشي بالطريقه دي. مش يعني برضو ديسكليمر تاني، مش كل الناس اللي احنا بنتكلمهم لازم يبقوا عملاء يعني، بس التفكير بالمنطق ده من البدايه تفكير ايجابي جدا يعني. تفكير هيفيدني انا كبياع او كحد صاحب بزنس عموما يعني. ان انا افكر ان اي حد بيعمل لي كومنت ده ينفع عميل، لكن بناء على رده على الرسائل بتاعتي هبدا احدد اذا كان هو بوتنشال كاستمر حقيقي ولا لا. تمام.